وكانوا بيشتغلوا بكل رضا ومحبة، والسبب ده إن أجورهم كانت عالي العال والأشياء معدن. ومن الحاجات المهمة اللي قال عليها ناصر خسرو إن القضاة في مصر كانوا بياخدوا مرتبات عالية جدا عشان يفضلوا عادلين ومحدش يقدر يأثر عليهم. عارفين بقى لما واحد يتفضح بنقول عليه ده اتجرس؟ بنقول كده ليه؟ أو لما تقابل واحدة بسيطة فتدعي لك وتقولك يا ابني ربنا يبعد عنك الجرسة والفضيحة، طب تقصد إيه؟ تقصد بقى اللي حكى عليه ناصر خسرو في كتابه سفرنامة، لأنه كتب وقال إن التجار في مصر كانوا بيبيعوا بأسعار محددة وتسعيرة يعني، ولو تاجر اتكشف إنه غشاش كانوا بيركبوه جمل ويحطوا في إيده جرس ويجبروه على إنه يفضل يرن بالجرس ويلف البلد كلها ويقول أنا غشاش واستاهل عقابي وربنا بيجازي الكذابين. وطبعا بعد ما يعمل كده كان بيتفضح وسط الناس وسمعته بتبوظ، وطبعا محدش بيشتري منه تاني بعد ما اتجرس وبقى فرجة للعالم، يعني جرثة وخراب ديار. الشيء الطريف التاني بقى اللي شافه ناصر خسرو واستغرب جدا إن البياعين كانوا ملزمين إنهم يحطوا عندهم أواني إزاز وفخار عشان اللي يشتري منهم يلاقي حاجة يحط فيها البضاعة، حاجة ألاجة كده. احنا دلوقتي بنحط أكياس بلاستيك وشنط، لأ كان زمان إزاز وفخار.